هل بتحس أحيانا إنك تايه في زحمة الحياة؟ وسط دوامة الأيام، الشغل والمسؤوليات ممكن تلاقي نفسك عمال بتجري وخلاص من غير ما بتحس بمعنى حقيقي اللي بتعمله. بتحس إنك بتكد وبتتعب، بس يمكن الإحساس بالرضا الداخلي أو التطور المستمر مش موجود بنفس القوة. يمكن دايما بندور على حاجة أعمق وإحنا مش واخدين بالنا، أو على معنى أكبر لوجودك وشغلك. المشكلة دي مش جديدة ولا حاجة، وانت ما حسيتش بيها لوحدك. ده احساس طبيعي بيصيب كتير مننا لما بننسى ان الشغل مش مجرد رزق وبس، وان التطور مش بس مهارات جديدة. ده كله لازم يكون مربوط بهدف اسمى وقيمة حقيقية تنور طريقنا. وده بالظبط اللي علمونا اياه عظماء تاريخنا، الصحابة والتابعين، اللي حياتهم دايما كانت مدرسة من العمل الجاد والتطور المستمر والاخلاص لله. الحقيقة ان النجاح الحقيقي والرضا الداخلي بيجوا لما بنربط عملنا وتطورنا بقيم اكبر، بالهدف اللي خلقنا ربنا علشانه. ودي مش مجرد خطب ولا اي كلام، دي طريقة حياة طبقها رجال ونساء بنتعلم منهم لغاية يومنا ده. مقولة سيدنا علي رضي الله عنه لما قال: اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. المقولة دي في مضمونها كنز بجد، بتوازن ما بين الدنيا والاخرة. بيقول لك يعني تشتغل بكل طاقتك في الدنيا وطور من نفسك كأنك هتعيش طول الحياة ومتوقفش عند حد معين. وفي نفس الوقت ما تنساش ان كل السعي ده والتطور لازم يصب في ميزان حسناتك، يكون الهدف اللي انت حاطه قدام عينيك في الدنيا مكمل للهدف الاكبر والاعظم اللي هو الجنة. المعادلة دي هتخليك عايش بتوازن رهيب جدا، لانك بتشتغل ومقبل على الحياة بكل قوتك، وبتطور من نفسك بناء على ان اليد العليا عند ربنا خير من اليد السفلى. وفي نفس الوقت بتعمل ده وفي نيتك كمان كأنك هتقابل ربنا بكرة. فخليك متوازن في حياتك، حط لنفسك اهداف دنيوية كبيرة سواء كشغل او تطور، بس دايما اربطها بالهدف الاسمى. لو بتشتغل شغلانة حاول تكون فيها امين ومخلص وتتقنها كأنك بتعبد ربنا بيها. لو بتتعلم حاجة جديدة انو بيها انك تنفع نفسك والناس، وده هيديك دافع وقوة عمرك ما هتلاقيها في مجرد السعي للفلوس او الشهرة. الاخلاص في العمل بيخلي اي عمل ليه طعم تاني خالص. التابعي الجليل سفيان الثوري رحمه الله قال: ما من صباح يصبح الا وينادي يا ابن ادم انا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنم مني فاني لا اعود الى يوم القيامة. الكلام ده بيوقفك عند كل يوم جديد وكل فرصة جديدة، صفحة بيضة مستنية تكتب فيها اللي ينفعك وينفع غيرك. استغل كل يوم كأنه فرصتك الوحيدة، ما تسوفش وما تأجلش اكتر من كده. حط لنفسك هدف واحد لكل يوم تكون حاجة مهمة ومفيدة، سواء في شغلك او في عبادتك او في تطوير نفسك. لو كل يوم عملت خطوة صغيرة من الحاجات دي هتلاقي نفسك بعد فترة قطعت شوط كبير جدا. وافتكر دايما ان الوقت كالسيف، مفيش اكتر من الايام اللي بتعدي مننا من غير ما نحس بقيمتها ولا بنعمل فيها حاجة. ومن اقوال السلف رضوان الله عليهم قالوا: من سعادة المرء ان يكون في عمله متقنا، والاتقان هو جوهر العمل الصالح. مش مجرد انك تعمل حاجة وخلاص، الاهم انك تعملها صح وتحاول تطلعها باحسن شكل ممكن. فلازم تركز على الاتقان في كل حاجة بتعملها، سواء كان شغلك او دراستك او حتى ابسط مهمة في بيتك. لو عملت كل حاجة باتقان هتلاقي ليها بركة وهتحس انك بتقدم قيمة حقيقية. الاتقان هيخليك مميز وبيخلي شغلك دايما ليه قيمة مختلفة، مش بس ليك ده للمجتمع كمان. الاتقان كمان بيعكس مدى احترامك لنفسك وللي بتعمله. حاجة كمان مهمة قالها سيدنا عمر بن الخطاب: اذا اصبح احدكم فلا يحدث نفسه بغير امره، يعني لا تلهي نفسك بما لا يعنيك. المقولة دي واضحة وعظيمة جدا، لانها بتقول لك ركز على تركيز وعدم التشتت، وكمان بيوصينا اننا ما نشغلش دماغنا بحاجات ملهاش لازمة او مش هتفيدنا. وده كله لاجل انه يساعدك في التركيز على الاشياء والاهداف اللي هتفيدك. كمان المقولة دي بتحثنا على اننا لازم نقاوم التشتت، نركز على الاهداف الحقيقية، الاهداف اللي ليها قيمة بجد. في عالمنا الحالي المشتتات بقت كتير جدا، سوشيال ميديا، اخبار، كلام فاضي، كل ده بيسرق من وقتك وطاقتك وتركيزك. حاول قبل ما تبدأ اي عمل حدد هدفك بوضوح وركز كل طاقتك عليه. استخدم وقتك بذكاء. لو ما تعرفش تعمل كده ازاي، اتعلم، المصادر بقت كتير جدا. وما تخليش اي حاجة ملهاش لازمة تلهيك على المفروض تعمله، ده هيخليك تنجز اكتر في وقت اقل بكتير، وكمان تتطور بشكل اسرع. في الختام كنت حابب اوضح من كلامي ده ان الشغل والتطور مش مجرد طرق نكسب بيها فلوس او نوصل لمناصب بس، دول جزء من رحلتنا في الحياة، وسيلة نقدر بيها ننفع نفسنا وننفع كمان غيرنا. والهدف الاسمى اننا نرضي ربنا عز وجل. لما تربط كل مجهود بتعمله بالهدف الكبير ده هتلاقي قوة وطاقة
طاقه ما كنتش تتخيل انها موجوده جواك. اتمنى يكون كلامي وصل لك زي ما انا كنت حابب اوصله لك. في النهايه انا محمد عبد السيد وجاي عشان نتغير مع بعض، فما تنساش تشارك في مسيره التغيير دي بالاشتراك في قناتي، لايك للفيديو، وتسيب كومنت بذكر الله، لان ده هيساعدنا اننا نكمل ان شاء الله. والسلام عليكم.